اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زي ما انتم شايفين النهاردة هنعمل القرص أو خلية النحل الجميلة جدا اللي هتعجبكم، الهشة وطرية وجميلة جدا بأي حشو انتوا عاوزينه. أنا عملته بصوص الشوكولاتة علشان ولادي بيحبوه. بصوا جميلة وهشة وخطيرة. شوفوا الطريقة احنا عملناها ازاي بكل سهولة، هنعملها خطوة خطوة مع بعض. انا جبت 3 كوبايات دقيق. هتخلي معيار الكوباية ده علشان هتعملي منه كل المعايير بتاعتك. وبدأت ان انا انخلهم معاكم قدام الكاميرا زي ما احنا متعودين. ادي 3 كوبايات بالظبط دقيق، هو اللي هنعمل منهم صينية القرص او خلية النحل اللي احنا شفناها قدام الكاميرا. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. هنبدأ نحط المكونات بتاعتنا حاجة حاجة. حطيت 3 معالق لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، وبعد كده هنروح نازلين ب3 معالق سكر كبار. هتدي طعم وتخلي الخميرة تتفاعل معانا، ورشة ملح. وبعد كده بقى هنبدأ نقلب كل المكونات الجافة دي كلها مع بعض. لازم تقلبيها كويس جدا جدا، دي حركة كويسة جدا هتديكي نتيجة حلوة خالص في العجينة بتاعتك، وهتخلي الخمر بتاع العجينة حلو. فلازم تقلبيها كويس جدا جدا علشان تديكي النتيجة المطلوبة اللي احنا عاوزينها. قلبناه كويس جدا ورحنا نازلين بقى بنفس المعيار اللي احنا عملنا منه دقيق. نزلنا بكوباية مية. انا بنزل بالمية تدريجيا عشان ما تزيدش مني على العجينة. فانا نزلت بكوباية مية، هي مش هتحتاج كوباية مية، هي هتحتاج كوباية وربع مية. بس انا هنزل تدريجيا. نزلت بكوباية المية وجبت ربع كوباية المية، بقيت انزل بيها تدريجيا شوية بشوية. هي اخدت خلاص الكوباية وربع مية. كوباية وربع مية على 3 كوبايات دقيق. طبعا كل نوع دقيق ليه مقدار مية غير التاني. طبعا اللي عايز يعملها بلبن عادي. احنا كده كده حاطين لبن بودرة. انت مش عايز تحطي لبن بودرة وعايزة تحطي لبن عادي براحتك. ورحت نازله بنفس المعيار، نزلت بربع كوبايه زيت، وبدات اقلب كويس جدا علشان اخلط العجينه ببعضها وتتماسك معايا. ما شاء الله اهيت كانت خطيره. وهبدا ان انا بقى اقلب العجينه كلها في بعضها. الزيت خلاها تماسكت. هشيل بقى الاسباتيوله بتاعتي وهبدا اعمل بايدي العجينه بتاعتي. طبعا بتلزق بس شويه بشويه العجينه هتمسك نفسها. بصوا ما شاء الله خطيره جدا. اتمنى اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، ولايكات كتير عشان القناه تكبر معاكم ان شاء الله. ورحت جايه بقى نازله. دي اختياريه، مش يعني مش اساسيه، يعني دي حاجه اختياريه. لو عندك سمنه بلدي، عندك زبده عايزه تضيفيها، ديت خطوه اختياريه مش اساسيه، يعني مش لازم تعمل كده. وهبدا الم العجينه بتاعتي. خلاص كده خلاص. بصوا ما شاء الله العجينه اتلمت ازاي وكانت بتمط معايا ازاي، كانت خطيره. دي النتيجه الحلوه اللي هتخليكي ان هي تدي العجينه تبقى هشه معاكي وجميله. غطيناها بقى وقلنا نسيبها تخمر علشان نعمل القرص او خليه النحل بتاعتنا الجميله. اهو غطيناها وسبناها ساعه كده. ما شاء الله بصوا خمرت وجميله جدا وادت نتيجه حلوه خالص اهي. هنبدا نفضي الهواء اللي فيها اهو علشان نعمل خلية النحل الجميلة بتاعتنا اللي ان شاء الله هتعجبكم. بس خليكم معايا. بصوا العجينة ما شاء الله مطاطة وجميلة جدا ازاي. بمكونات بسيطة عندنا في البيت ممكن نعمل اي حاجة لولادنا واحنا قاعدين. انا بحب ان انا احط المواد الجافة كلها مع بعض واخلطها كويس جدا علشان تدي معانا نتيجة حلوة. وجبت الصينية بتاعتي ورحت جايه نازله بمعلقه سمنه او معلقه اي حاجه انت ماده دهنيه عايزه تفرديها في الصينيه. وبدات افردها كويس جدا علشان ابدا اعمل معاكم القرص الحلوه بتاعتنا ان شاء الله اللي هتعجبكم. خلاص كده فردتها في الصينيه كويس. وكنت جايبه بس الشوكولاته. طبعا اللي عايز يجيب شوكولاته بس يسيحها على البخار علشان ما تحطهاش زي ما هي، لان القرص ديت مش هتاخد وقت في الفرن، فمش هتسيح الشوكولاته. فانتوا حاولوا ان انتوا تسيحوها على البخار قبل ما انتوا تحشوا بيها القرص، او بعد ما تحشوها بقى بكيس حلواني ممكن تحطوها داخل القرص.
ورحت بقى بدأت ان انا احشي القرص بتاعتي بصوص الشوكولاتة جميلة. انا بعمله بطريقة حلوة، بيبقى طعمه خطير جدا ان شاء الله. انا عاملاه في اول فيديو عندي على القناة، لو نزلته هتلاقوه جميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله. وبدأت ان انا الم العجينة بتاعتي اهي، بصوا قفلت على الصوص بتاعي، وبدأت ان انا ارص في الصينية واسيب فرق ما بين كل واحدة والتانية، اسيب فرق بسيط كده شوية علشان طبعا هي في الفرن هتفرد مني، فعلشان اما تفرد ما تبقاش المكان ضيق عليها. وهبدأ اعمل قدامكم بقى الواحدة واحدة اهيت قدام الكاميرا. بصوا سايبة فراغ ما بين واحدة والتانية، لازم ان انتي تسيبي فراغ علشان تديها راحتها، وهي في الفرن لما تفرد منك تبقى جميلة، ما تبقاش معجونة كلها في بعضها. فلازم تسيبي لها فراغ شوية، ما تبقاش لازقة في بعض. اهو لما نبدأ نعمل بقى، سرعت الكاميرا علشان ما اطولش عليكم، نبدأ نعمل القرص كلها قدام الكاميرا مع بعض. طبعا مش هنعملها كلها، بس انا حبيت اوريكم واحدة واثنين وثلاثة زي ما انتوا عارفين، علشان اللي فاتوا ان هو يعمل ازاي القرص او الخلية يعملها معانا قدام الكاميرا. طبعا انا بحب المعجنات دي، بتبقى خفيفة جدا وسهلة وبتعمليها اقتصادية في البيت، بدل ما تروحي تشتريها من المخابز من بره. كانت طعمها حلو خالص وكانت رهيبة. انت لو عملتيها مرة هتلاقي نفسك ان انت بتستسهلي ان انت تعمليها في البيت. حاجة سهلة جدا. انت عايزة تحطي حشو غير صوص الشوكولاتة، عايزة تحطي جبنة، عايزة تحطي اي حاجة، حطي براحتك واعملي اللي انت عايزاه. انت في بيتك هتتحكمي في اللي انت عايزاه. طبعا ما شاء الله دول كفايه قوي على الصينيه. بصوا، لان احنا قلنا هنسيب فراغات، ففضلوا مني قطعتين، قلت احطهم في طبق او في حاجه تانية، صينيه صغيره، واعملهم برضو خساره، مش هينفع ان هم يترموا. دول الثلاث كوبايات عملوا معايا كميه جميله جدا جدا جدا. بصوا بعد ما عملتهم اهو، هنبدا نكمل بقى نشوف احنا هنعمل ايه. شلت صوص الشوكولاته خلاص، راح وقته مش عايزينه. وكان عندي انا عسل بالسمسم. بدأت ان انا افرد فوق القرص بتاعتي او الخلية بتاعتي اللي احنا عاملينها العسل اللي بالسمسم دوت اهو. بقيت احط من فوق كده شوية، هيديها لون حلو جدا في الفرن. علشان كمان نحط عليه اي حاجة، اللي عايز يحط عليه اسفة، اللي عايز يحط عليه قرفة، اي حاجة من فوق يحطها. عايز تحطي فارماسي شوكولاتة، عايزة تحطي اي حاجة من فوق تدي شكل براحتك. وهبدأ ان انا نزلت بسمسم، كان عندي سمسم في البيت، فبدأت ان انا انزل بيه فوق طبعا العسل هيخلي السمسم يمسك في القرص. فنزلت بالسمسم من فوق القرصة من فوق، ما شاء الله بتبقى تدي طعم حلو خالص. السمسم مفيد جدا للجسم ولكل حاجة، فانا قلت احط سمسم، وكده كده موجود عندي اهو ما شاء الله. بصوا على بال ما انا حطيت السمسم بدأت تفرد مني ازاي، انا مش هسيبها تخمر. وحطيتها في الفرن ما اخدتش وقت. بصوا ما شاء الله جميله ازاي، بصوا اديت لون ذهبي جميل ازاي، العسل ادالها اللون الجميل ازاي وفي الفرن. وكانت هشه وجميله جدا. طبعا انت عايزه تعملي لها اي حشو براحتك خالص. كانت هشه ورهيبه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلوبكم. ما تنسوش باللايكات كتير كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.